السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص النهارده بقى نعمل لكم حاجة كل الناس بتحبها، عيش بلدي مع المش بقى ولا جبنة بلدي بقى يا جماعة. كلنا منه كان تحفة تحفة. دلوقتي شفت زي ما شفتوا، كانت مرات اخويا بتحلل الدقيق، بعد ما حللته حطينا ملح وحطينا الخميرة على الدقيق وجبنا مية. هي كانت مية دافية عادي من الحنفية، ما سخناش عشان الجو حر اصلا، فما بنسخنش المية في الصيف، بنجيبها من الحنفية ونعجن بيها عادي. لما في الشتاء بقى بندفيها. دلوقتي بقى مرات اخويا لمت الدقيق، وبعد ما لمت الدقيق بتقعد نكب لها، وانا اللي كنت بكب ميه، ونسوان اخواتي الاتنين هم اللي كانوا ما شاء الله عليهم، ربنا يديهم الصحه يا رب، هم اللي كانوا بيعجنوا. قعدت تلم اللي انا بكب ميه وهم بيلموا الدقيق ايه، وبعد كده ايه بحط لهم حبه بحبه بقى الاتنين، ولازم يتلت جامد عشان يبقى كله عرق. بصوا زي ما انتم شايفين هم مقربين يخلصوه دلوقتي، خلصوا بقى لت، لازم يتلت كويس جدا جدا، وده طشت ما شاء الله كبير، فلازم الاتنين كانوا ينزلوا فيهم مع بعضيهم يساعدوا بعض عشان يعجنوه بقى العجينه حلوه كده وملتوته وكلها عرق، يدينا نتيجه افضل. كل ما تعجني العجين احلى، تعجنيه كويس، يبقى الخبيز بقى معاكي بقى ايه، بيقولك بقى ايه، لا تزوديش عجينك فم عشان تتعجبيه قدام الفرن. كانت هنا خلاص مرات اخويا خلصت، فبتخبطه اللي هو ايه، بتقعد تسندقه كده، تخبط فيه كده عشان يبقى فيه عرق اكتر. فطبعا احنا بنخبط شو حبه حلوه، فاحنا مش بنصور كله معاكم ولا كل العجين، احنا مسرعين الفيديو عشان ايه، عشان العجينه طبعا. على رأي المثل بتقولك الحلوه قامت تعجن في الفجريه والديك بيدن كوكو كوكو. دلوقتي كانت خلاص خلصت، فغطينا العجينه وسيبناها تخمر ساعه كده، ساعه الا ربع، عشان احنا مش لافين. الاول زمان كنا بنلف خميره يا جماعه كده، قصة تانية بقول لكم عليها بعدين. المهم حتى الطبق ده كان زمان كنا بنحط فيه دقيق، ونقطع الرغيف زي ما انتم شايفينه كده ونحطه في الدقيق. ان ده على ايام ما انا كنت بنت وكنت بخبز. دلوقتي النسوان اخواتي بقى بيحطوا زيت زي ما انتم شايفين حضراتكم، ده الطبق فيه زيت. وطبعا هنا معانا كنا بنجيب طبعا الرده طبعا الاول ونحطها في ايه، ننخلها في الصواني. واحنا هنا نخلنا صينيتين، كنت هنخل الصينيه التالتة عشان نقطعها، قالوا لا اصبري عشان الجو حر ما يسحش ايه، ما يسحش في الصواني. هنا بنات اخويا كانت ايه، بتسخن الفرن. هما لازم يسخنوا الفرن، ما ينفعش نخبز كده. عارفين يا جماعه لما بنقعد نسخن الفرن بتاع الحلويات اللي هو بتاع اي فرن، حتى لو الفرن البوتاجاز، مش بتقعدوا تسخنوه الاول قبل ما تحطوا حاجه جواه؟ لازم برضو نسخن الفرن كده. بص ما شاء الله بقى، والرح وجماله والعيش وجماله، مش تقولي لي بقى ايه اللي بتقعد تخبز عيش قد القرص كده وتقول لك انا خبزت. شوف ما شاء الله، شوف رميه العيش بقى، ما تحسيش بالرميه كده، ده العيش المظبوط، ولا بايظ ولا طويل بقى ولا ايه. بص الرغيف مدور ازاي. هنرمي معاك واحد تاني، ما شاء الله عليه كله زي الفل، تسلم ايديهم بصراحه. هم اللي عجنوه، هم اللي خبزونا، ما عملتش اي حاجه يا جماعه. احنا وهي كانت بتلقط الرغيف، تحط حبه رده، بيحطوا حبه رده على المطرحه، وتقعد بقى ايه، واحده بتكسر لها والتانيه ما شاء الله كانت بتكبر وترمي. وعندك وحتى العيش، بص هنا بتضير الرغيف بالشقرف، ده اسمه شقرف يا جماعه، بتضير الرغيف كده. وهنا كان عشان لسه بتخبز اول رغيفين، كان الفرن ما سخنش قوي. هنا ما شاء الله بقى كانوا خلصوا، قربوا يخلصوا. وكانت الحاجه ربنا يديها الصحه يا رب، والدتي بتشقق العيش. بص العيش بقى يفتح النفس ازاي يا جماعه، ولا كمان ريحته تحفه. كان عيش بقى ريحته وشكله بص ابيض وجميل. هنا كانت الحاجه بقى بتقطعه 4/4 عادي، اللي عايزه شقق كده ماشي، اللي عايزه 4/4 ماشي. هنا بقى كنا خلاص الحاجه شققته ولدنته بقى، هي بتقولي انا بحب التلدين، بتلدنه بقى زي ما بوريكم كده. بصوا بقى عايزه اوريكم بقى الصوت وبكسر معاكم الصوت بقى، والتلدين بقى يا جماعه جميل. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك للقناه. بصوا العيش بقى ده بقى تحطي بقى، عايزه تعملي بقى نابت وتسقي، تعملي ايه ليه بس بقى، تعملي نابت، تعملي بقى، تعملي فته، تعملي بص تاكلي بقى العيش ده بالمش بقى وهو ناشف يا ما احلاه. ولا ريحته بقى يخرب بقى على الجمال. ريحه الارياف يا جماعه والبلد بقى، رحنا سافرنا وخبزوا لي العيش ده هناك. ريحه العيش بقى ايه، تحفه تحفه تحفه. هيعجبكم قوي 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 والله، جميل. هو طبعا واضح قدامكم اهو. بصوا العيش، طبعا انتم مش شامين الريحه كمان، ريحه العيش كده كمان تحفه.
لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لنا الاشتراك للقناه وتعملوا لنا بقى لايكاتكم جميله.